هقول ايه للرأي العام المصري، ولن اتكلم على الرأي العام العربي او الاسلامي او العالمي. اقول له ايه لو طلب مني او ما يتردد على ان ممكن يتم تهجير الفلسطينيين الى مصر؟ انا اتصور ان انا، وطبعا انا يعني بقول فرضية نظرية، لو قلت ده معناه عدم استقرار للامن القومي المصري ولا الامن القومي العربي في منطقتنا. المهم جدا ان الناس اللي بتسمعنا تعرف ان في هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر. أمة لها موقف في هذا الأمر. أنا موجود في مكاني أو مشيت منه، أمة لها موقف في هذا الأمر. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري ويقول لي لا، لا تشارك في ظلم، لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.